اتحرمت من اوضتي 3 شهور بسبب اللي انا رميتها وما عملتش حساب اللي هيحصل بعديها، وجوزي شايلني الليله. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اتمنى لو لسه اول تشوفوا القناه تفنجروا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، وكمان كومنتات حلوه قوي زيكم تشجعوني بيها. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه عشان الفيديو هيعجبكم جدا. تعالوا بقى نكمل القصه مع بعض واقول لكم ايه اللي حصل بسبب اللي انا رميتها. انا طبعا لما جيت عزلت قلت لنا لهي، رحت بقى راميه المرتبه بتاعتي، بس السبب مش من غير سبب. زي ما انتم عارفين المراكب التاكي بجد وحشه جدا، مجرد ما بتبوظ بتبقى عباره ان انت نايمه على الحديد. انا كنت نايمه يعتبر بعد ما الصوصات بتاعه المرتبه باظت، كنت نايمه على حديد مش مرتبه خالص. عشان كده اضطريت ان انا ارميها. طبعا والله والله كان هيجيلي الغضروف بسببها، والدكتور قال لي الاحسن ان انت تغيري المرتبه. طبعا انا عندي جوزي باله طويل، كنت بقول له على طول كان بيقول لي ماشي، بس كان بيطنش. لما صدقت اللي هي جات لي الفرصه اللي انا عزلت وكده، ورحت قلت له انا اللي هي، قال لي طب هناخدها وبعد كده نبقى نعمل المرتبه وكده. رحت قلت له لا انا اللي هي، رحت سايباها حتى في الشقه ما خدتهاش معايا، ورحت وزعتها من بره. الصراحه حماتي ربنا يبارك لها كان عندها قطن زيادة الصراحة، وراحت اديتهولي ورحت منجدة المرتبة ديت بس بعد 3 شهور. طب ايه اللي قعدك 3 شهور اللي انت ما تنجدهاش؟ زي ما قلت لكم قال لي ادبا ليكي عشان سبتيها هناك، يعني استحملي بقى. كنت كل يوم اقول له هات مثلا القطن من عند ماما وكده، كان يقول لي بكره بعده لغايه لما عدى 3 شهور. وقلت له مش هقعد في البيت، لا اما هنزل اقعد عند امي لا اما تجيبي القطن. شايفين انا مسيطره. المهم يعني بهزر معاكم. رحت طبعا بقى ايه، استغليت الفرصه اللي هو جاب القطن من عند حماتي ورحت منجداها. يعني مش هقول لكم بقى في نفس اليوم، تاني يوم على طول، يعني هو جابه بالليل، رحت انا منجداها الصبح ورحت مطلعاها. من ساعتها ما بنامش غير في اوضتي. طبعا كل واحده اصلا ما بترتاحش غير في شقتها. هنا بقى زي ما قلت لكم بقى، يعني يعتبر كان بقالي هنا اسبوعين بنجداها. نجدتها قبل يوم الوقفه بيوم، بس مش قادره اوصف لكم، ما سبتش الاوضه ولا يوم من فرحتي. بجد فرق شاسع بين المراتب القطن وبين المراكب التاكي. مع اني في اول جوازي لما جيت اللي انا اتجوز، جوزي قال لي اللي احنا ننجد وكده، قلت له لا انا عايزه المراكب التاكي ومش مش هخش من غيرها. واديني بقى وفي الاخر ندمت وضربت نفسي 100 جزمه. بجد فرق شاسع خالص بين المراتب القطن والمراكب التاكي. يعني المراكب التاكي اديها صفر ومراكب القطن اديها 100%. بجد لو خيروني في الوقت الحالي هختار الصراحة مراتب القطن. بس طبعا يعني مش هننكر اللي فيه مراتب تاكي نضيفة والواحدة يعدلها ال50,000. طبعا دي طبعا اكيد نضيفة واحسن من القطن، بس احنا يعني مش قدها. خلينا ايه على قد حالنا. تعالوا بقى هنا بقى هنعمل ايه مع بعض. طبعا قلت بقى ايه لما اقوم كده اعمل معاكم كده روتين جامد في الاوضه. لمعت طبعا الخشب ولمعت الكومودينو وابتديت بقى ان انا افرش الملايه. انا عارفه طبعا انا اتاخرت عنكم بس سامحوني بقى، كان العيد وكان الدوشه، والصراحه كان عندي دور برد مدمرني. حتى لو تلاحظوا هتلاقوني لغايه دلوقتي مأثر على صوتي. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، شايفين الملايه دي ازاي كده بتنور ونظيفه، وكمان مفيش حاجه باهته عليها. لو قلت لكم الملايه دي بقالي 7 سنين بستخدمها. طبعا لو انت بتستخدمي الغسيل بتاعك كل لون لوحده، بجد الحاجه بتاعتك هتبقى جديده وهتقعد معاكي عمر وعمر طول ما انت محافظه عليها. يعني الملايه ديت اول ملايه كانت بتاعه فرحي وكده، كنت فرشاها اول يوم اتجوزت فيه. طبعا كل اللي بيخش عندي بيتفاجئ اللي ملاياتي بقالها 7 سنين بستخدم فيها. ومش كل الملايات عندي اللي انا بستخدمها، لا محافظة على الملايات بتاعتي. يعني انا داخلة ب50 ملاية، هروح استخدم ال50 ملاية كلهم؟ لا، بستخدم 3 طقمة 4 طقمة 5 طقمة. وكل عيد بطلع ملاية شكل، وكل مرة الناس بتحس ان انا عندي ملايات جديدة. وبيحسوا كمان ان كل مادة الملاية بتاعتي ما بتقدمش. ايه السبب؟ بالسبب ان انا ما بغسلش الغسيل مع بعض، ما بحطش الاسود مع الالوان مع الابيض، لا كل لون بغسله لوحده. لو حابين اللي احنا نغسل في مره غسله مع بعض واوريكم الغسيل بتاعي بيطلع ازاي، اكتبوا لي في الكومنتات، وانا طبعا ما اقدرش اتاخر عنكم. قولوا لي بقى ايه رايكم في الملايه ديت. كنت انا مختاراها اول ما شفتها حبيتها، حسيت ليا رقيقه، وفي نفس الوقت الشغل اللي فيها يعني بسيط مش كتير قوي. الملايه ساده مفيش بس غير الحرف اللي قدام، والشغل على المخدات بس. مش بحب الشغل الكتير. لو الملايات اللي عندي مثلا بتاعه الاطفال، ساعه لما انا اتجوزت اللهم صل على النبي، كانت بقى هي بقى اللي نازله موضه الملايات اللي عليها الدبابيب وعليها ميكي ماوس وعليها ايه العرايس والكلام دوت. بس يعني لو في الوقت الحالي اللي انا هشتري ملايه، هشتريها ساده، هشتريها فيها شغل بسيط جدا. يعني انا جايبه ملايه احمر في اسود، بس مش قادره اوصف لكم على جمالها. ان شاء الله ان شاء الله يعني هنفرشها مع بعض.
بس مش دلوقتي، يعني في الايام اللي جايه. بس بجد جميله ديت. اول ملايه اشتريها من 7 سنين فاتوا من ساعه لما اتجوزت والله. حافظي على الحاجه وانتي هتلاقيها. يعني لو انت لسه عروسه جديده ما تطلعيش حاجتك كلها مره واحده، عشان بعد كده تحسي ان انت لسه حاجتك موجوده وكمان في نفس الوقت محافظه عليه. يعني انا من 7 سنين متجوزه ومعايا عيلين، ما بشتريش ملايه، ما بشتريش اي حاجه في الشقه خلقها ربنا، غير ممكن مثلا لو عجبني مثلا تحفه. ما اشتريتش الصراحه غير حافظه واحده بس. ملايات والحاجات ديت والفرش لا. كنت الصراحه جايبه بزياده عشان كنت شغاله وكده. بس اللهم صل على النبي، حاجتي جديده ومحافظه عليها، ومهما مثلا عدى عليها الزمن ما بحسش ان هي قديمه. اعملي امشي يعني بالنظام دوت، وبجد هتحسي بفرق شاسع. ما تطلعيش حاجتك كلها مره واحده. هنا بقى فرشت السرير بقى وخلصته. شايفين الجمال؟ لا لا لا، مش قادره اقول لكم. بجد الملاية عجباني قوي. كان بقالي الصراحة يعني 3 شهور زي ما قلت لكم ما فرشش السرير. كل مدى بقى بفرش عليه ملاية بحس كده ان انا فخورة بالسرير بتاعي. تعالوا بقى اقول لكم بقى يعني ايه رأيكم في العباية ديت. قلت بقى لما اوريها لكم، كل ما اجي اوريها لكم يحصل حاجة، قلت لا المرة دي بقى هوريها لكم. سبحان الله جت في ايدي. قلت بقى ايه لما اوريها لكم بقى ونشوفها مع بعض. بجد حلوة جدا، ستايلها عجبني. حسيت ان هي رقيقة، هي يعتبر سادة كلها ما فيهاش غير شغل من فوق بس. ونازله جديده السنه دي. عايزاكم بقى اخد رايكم في الكومنتات ورايكم رايكم في العبايه اللي انا جبتها. هنا بقى خلاص بقى كنت بطبق اخر حاجه في الغسيل. دوت المايو بتاع مالك، بيحب يلبسه قوي وهو بيستحمى. فاكر نفسه في مارينا. قلت بقى لما ارص الدولاب. شايفين بقى الدولاب بقى بتاعي مترتب ومرصوص وكل حاجه متنظمه. انا عموما بحب بجد الحاجات تبقى متنظمه. ما بحبش مثلا عشان الحاجه متداريه اللي الحاجه مثلا تبقى مبعتره او مثلا تبقى متبهدله، لا. لازم تخلي كل حاجه في شقتك متنظمه. واللي انت تنظميها كده انت بنفسك، ما تخليش حد يعمل لك حاجه. بجد هتحسي كده براحه نفسيه. زي ما كده فتحت الدولاب على الغفله، والله والله ما كنتش عامله حساب اللي انا هفتحه. يعني انا ببص لقيت اللي انا يعني وانا بعمل معاكم روتين، نشرت حطت غسيل ورحت لما الحبه دول قلت ايه لما اعملهم معاكم. طبعا انا اكيد يعني مش حاطه البابيب في الدولاب. انا بص حطاهم لغايه لما هعمل بهم اختراع كده بدماغي بفكر لسه فيه. لميت كل الدبابيب اللي في الشقه الكبيره والصغيره وقلت اللهم صل على النبي اللي انا افكها واخد الفايبر بتاعها واعملها مخدات صغيره. قولي لي ايه رايكم في الكومنتات، اعمل كده ولا اشيل الدبابيب احسن، ولا اخليها زي ما كانت للعيال اللي هي تلعب بيها. بس برضو كنت حاطاها على الانتريه كده. والصراحه حسيت ان الشغل ده قديم خلاص يعني. الحاجه الرقيقه كل ما تخلي الحاجه رقيقه كل ما احسن. و- وكل ما الحاجه هتبان اكتر. هنا دوت بقى شبشب يعني عالي شويه، قلت لما اطلعه بره. يعني كنت راكناه تحت التسريحه، قلت لما اطلعه بره عشان ايه اوديه للراجل يحطهولي شويه. عشان جوزي للاسف ما بيحبنيش البس كعب عالي. الصراحه معقدني في حياتي بس محدش يقوله. لو حاجه حلوه عليا يقولي ما تلبسهاش، لو كعب عالي ما تلبسوش. مين زي كده بقى. هنا بقى هشيل بقى السجادة. يعتبر الأرض نضيفة احنا بس هنلمعها مع بعض. طبعا لما كده يعني يوم ويوم كده يعني نفوت يوم ونعمل يوم. نغير الملاية، نعطر الأوضة، نلمع الخشب، نلمع الأرضية. هنحس كده شقتنا على طول نضيفة. مثلا جاي علينا مناسبة، مش اللي احنا نتعب بقى نفسنا ونهد الشقة ونعمل من أول وجديد. يعني أنا والله والله العيد لما جه عليا انا ما عملتش غير فوق الوش. ليه؟ عشان شقتي نضيفه على طول ايدي فيها. على طول عامله تحت السراير، عامله النيش، مثلا ملمعه الخشب منضفه. اه لمعت الخشب وفرشت الفرش بتاع العيد وكده. طلعت ملايه جديده ورحت طبعا فرشه الحفاظات بتاعتي وظبطت الدنيا. وفي نفس الوقت الشقه كانت ريحتها حلوه وبتلمع. وفي نفس الوقت اكني اشتريت حاجات جديده قد كده، مع اني والله العيد دوت ما اشتريت حتى ورديه. الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. بدل عندنا الحاجه في البيت نحمد ربنا عليها. ومعنى اصح ما نفوتش خير ربنا. مثلا في ناس مثلا اللي تقولك لازم كل عيد نجيب ونجيب ونجيب. لا، كل واحد عالم بظروفه. طبعا لو انت مقدرتك اللي انت تجيبي هاتي، مش هقولك ما تجيبيش، بس لو مش مقدرتك ما تضايقيش نفسك. خدي الحياة بكل بساطة وافرشي اللي عندك وهتحسي كده براحة نفسية. احسن ما تروحي تديني نفسك ومثلا تعكنيني على نفسك وتقولي لا لازم اجيب، مش معنى دي جابت ودي ما تجيبيش. ما تبصيش لحد عشان تبقي اللي انت مرتاحة في حياتك. طول ما انت هتبصي لحد التعب في حياتك وكمان مش هتبقي حامده ربنا. طول ما انت حامده ربنا ربنا هيرزقك، مش شرط يرزقك بفلوس. ممكن يرزقك في صحتك، يرزقك مثلا في جوزك، في ولادك، في اهلك. طبعا الفلوس طبعا مش بتعوض، يعني بتجيبي اللي انت نفسك فيه. بس مش بتعوضك عن حاجات كتير، في حاجات تانية اهم.
ربنا يا رب يديني كده على قد عقلي. ويعني مش هقول لكم بقى ان انا كامله مكمله، لا انا مش كامله مكمله، بس ساعات يعني الدنيا بتبقى مقصره معايا وبتضايق وبقعد اعيط والكلام دوت. والله والله انا بتكلم معاكم بصراحه. بس بعد كده برجع عن كل اللي انا عملته دوت، بروح ماسكه السبحه وافضل اقول الحمد لله، بحس براحه نفسيه. بجيب السجاده واصلي دوت. بص احسن من كل شيء، احسن ما اتصل بحد في التليفون وافضل اقول له انا مثلا متضايقه، ده انا جوزي عمل وعمل 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 وسوى وسوى وسوى. لا، ما تطلعيش اسرار بيتك. هنا بقى خلاص بقى، يعني اعتبر بقى لمعت الدولاب ولمعت الاوضه. انا عارفه ان انا رغيت معاكم كتير، دخلتكم في كذا قصه. بس لو عجبكم الموضوع اكتبوا لي في الكومنتات وفي الفيديوهات اللي جايه، اللي احنا يعني زي ما قلت لكم انا مش بعلم حد او اللي انا مثلا بفضل نفسي على حد، لا احنا بنشجع بعض وبناخد افكار كتير من بعض. فرشت بقى السجاد بعد ما لمعت الارض كده بحبه دوني، وخليت الاوضه كده ريحتها حلوه. وكمان سايبه كمان شباك الاوضه اللي هو كده ينور. شايفين الاوضه بجد منوره كده وملعلعه، بترقص كده من الفرحه ومن النظافه. والله والله ما فيش ولا ركن فيها مش نضيف. على طول ايدي في شقتي عموما، حتى في الشقه اللي قبل اللي فاتت الناس اللي استلموها مني والله والله بيقولوا لي يعني بجد تسلم ايدك. اللي انا حتى مسلماهم السيراميك كده بيلمع معلوش اي دهون.